العيال ما بقتش تتبسط. انت كانت في الموضوع ده على اه اه الانستجرام، يا ساتر. اللي هو مع ان حواليهم رفاهيات كتيرة حاجه كل جدا. حاجه والله. بنتي اخر السفريه دي جت قالت لك عايزه اقعد جنب الشباك، عايزه اقعد جنب الشباك. سافرنا وحجزنا وعملنا وقعدت جنب الشباك. عارف اول حاجه عملتها اول ما قعدت جنب الشباك ايه في الطياره؟ قفلت الشباك. يا بنتي سيبيني اشوف السحاب، مش ده الشباك اللي انت مغرمانه عشان تقعدي جنبه؟ الشمس مضايقاني يا بنتي. يا بنتي افردي وشك. طب ممكن عيال ما بيفردوش طب ممكن مثلا وشهم. احنا دلعناهم زيادة مثلا، ولا حاجة اتغيرت ولا ايه؟ هي مفيش حاجه بتبسطهم والله العظيم، ما فيش حاجه بتبسطهم. في سبب. ما اعرفش، يمكن هم كؤبه. يمكن هم يعني انا لو كان عندي ربع الحاجات اللي كانت عند العيال دي دلوقتي انا كان زماني واقفه بعمل فرح في زمان. حضرتك الأطفال دلوقتي مش بيفرحوا، لأن إحنا كل ما بنحاول نخليهم سعداء بنشبع الحاجات، الاحتياجات الملموسة المادية. ربنا خلق لنا جسد روح عقل. عقل بيعمل بالانس ما بين الجسد وما بين الروح. فلما حضرتك كل شوية تقولي عايزة بنتي تبقى فرحانة، طب أفرحها، طب نخرج، طب نتفسح، طب نركب الطيارة، تقوم قافلة الشباك. هي قافلة على شباك روحها، هي قافلة على شباك الروح. الروح من جوه محتاجة نور. فزي ما الجسم بيتغذى وفي فن وفي مش عارفة ايه وفي حاجات كده، كمان الغذاء الروحاني مطلوب. ده اللي بيسعد، ده اللي بيفرح، لان احنا ربنا خلقنا في الكون عشان كل واحد يبقى له دور. فطول ما هي مش عارفة هي دورها فين، الجي بي اس بتاعها، بوصلة القلب بتاعتها تايهة، مش عارفة هي متاخدة هنا ولا هنا، فهي مش عارفة نفسها فين. فعشان كده هي مش مبسوطة، الولاد مش مبسوطين، مفيش قدوة ومفيش روحانيات.